العادات السبع للناس الأكثر فعالية. هذا الكتاب هذا الكاتب جمع لينا العادات ولا الحاجات اللي كيديروهم أكثر الناس الناجحين في العالم. في كل فيديو غادي نهضروا على العادة الأولى اللي عندنا هي عادة المبادرة ولا تحمل المسؤولية. أغلب الناس كيتسناو الموتيفاسيون ولا المكان والوقت المناسب، فاش شي حاجة ما كطراش كيف ما بغينا كنبداو نلومو المكان اللي حنا فيه، البلاد ولا المدينة، العائلة ولا الناس. بعض المرات هادشي بصح، ولكن الا بقيتي كتلوم ان شي حاجة أخرى دارت لك هكا حتى شي حاجة ما كتبدل. تحمل المسؤولية ما كيعنيش انك تلوم راسك، يعني انك خاصك تحبس الاعذار. يعني خاصك تقول هذه هي الحالة ديالي دابا، ما غاديش نتسنى ولا نلوم الظروف. تقدر تكون ما حاملش حياتك بسبب داكشي اللي قلنا، ولكن راه ديما تقدر دير شي حاجة. تقدر مثلا تولي تفيق في الصباح بكري، تقدر تحبس سكرولين في السوشيال ميديا، تقدر تبدا بحاجات صغار. هذه هي تحمل المسؤولية، انت اللي كدير المبادرة. باش كتحبس اللوم والاعذار انت كتكون احسن. ماشي الحياة غادي تولي سهلة، ما كتبقاش دير غير ردة الفعل، كتولي محكم ديما. هاد العادة كتبدل لك الطريقة كيفاش كتشوف راسك وكيفاش كتشوف العالم وداكشي اللي كيطرى ليك، وهاد الشيء كيبدل كلشي للأحسن. ابدأ والغاية في ذهنك. العادة الثانية من كتاب العادات السبع للناس الأكثر فعالية. أغلب الناس بحال الروبو كيتحركوا بزاف، كيحاولوا يخدموا ويديروا حاجات وفي الآخر ما كيتبدل والو. كيفيقوا كيشدوا التليفون، كيخدموا ولا يخرجوا بلا تركيز، وفي وقت الراحة ديالهم كيشدوا التليفون عاوتاني ولا كيتفرجوا في شي حاجة. كيديروا أي حاجة وما كيبركوش مع راسهم. هاد العادة سهلة، خاصك تعرف شنو كدير ولا شنو بغيتي دير. قبل ما تبدا أي حاجة خاصك تسول راسك علاش بغيت ندير هادشي. باش كدير أي حاجة بلا تركيز ولا في وقت الفراغ ديالك كتفرج في شي حاجه، فانت كتهرب من هذا السؤال هذا. باش تعرف راسك نيت انت شنو باغي، خاصك تعرف واش انت اللي باغي هذا الشيء ولا غير المحيط ديالك ولا الناس اللي كتشوف هما اللي كانوا سبب فيهم. نعطيكم مثال، في شي بلايص اغلب الدراري كيشريو موطور، فشنو كيديروا الدراري اللي في نفس البلاصه واللي كيعرفوهم يبغيو يشريو موطور حتى هما. اي حاجه بديتيها عندها واحد النهايه، فما خاص تكون هذيك النهايه اللي غتوصل ليها ماشي هي داك الشيء اللي بغيتي. ما كنقولش لك خاصك تتحكم في اي حاجه، ولكن ما تعيش بعشوائيه. فاش الافعال ديالك كيكون عندهم سبب واضح، الحياة ديالك كتكون في الطريق الصحيح وحسن واخا تكون صعيبة. ابدأ بالأهم قبل المهم. العادة الثالثة، كنبقاو نبداو النهار ديالنا بالحاجات السهلة. كنشدو التليفون، نقراو الميساجات، نتفرجوا في شي حاجة، كنبداو بالحوايج اللي ماشي مهمين، وكنبقاو نقولوا لراسنا غير ندير هادشي حتى نستعد وندير داكشي المهم. النهار كيسالي وداكشي المهم اللي خاصنا نديرو ما كنديروش. غنقسموا المهام اللي كنديرو ثلاثة الأصناف. الحاجات اللي ماشي مهمة بحال مثلا تشد التليفون ولا تتفرج في شي حاجة. الحاجات المهمة والعاجلة اللي ضروري خاصك ديرها واخا ماشي بالاختيار ديالك، بحال مثلا شي مشكل طرا لك ولا اي حاجه كتخرج لك في النهار. والحاجات المهمه ولكن انت اللي كتختارها، بحال مثلا الموهبه ديالك، شي حاجه كتعجبك وتبغي تطور راسك فيها. هاد العاده كتقول لنا ان ماشي اي حاجه تستاهل الانرجي ديالنا، والحاجه اللي باينه ان خاصك تعطي الانرجي فيها وتدوز اغلب وقتك هي الحاجات اللي مهمه اللي كتختارها، حيت تما فين كتطور. الحاجات المهمه والعاجله خاصك تدوز بعض الوقت ديالك فيها، حيت ضروري خاصك ديرهم واخا ماشي بالاختيار ديالك. الا بقيتي كتفيق كل نهار وكدير داكشي اللي ماشي مهم ولا غير داكشي العاجل، فكتبقى تهرب من داكشي المهم اللي بغيتي. باش كتبقى تسبق وكتعطي الانرجي والوقت ديالك لداكشي المهم هو الاول، كتوصل لداكشي اللي بغيتي. كنقولوا في اي حاجه لا ربحت انا الشخص الاخر غادي يخسر، والعكس الربح هو انا اللي غادي نخسر. هاد العقليه كتكون ديما في الخدمه ولا في العلاقات ولا في النقاش ديالك مع الناس. تفكير المكسب المكسب. العاده الرابعه كتبدل هاد الشيء كامل، تقول لينا خاص نفكروا بجوج نربحوا. الحاله كتكون ماشي انا ضدك ولا انت ضدي، حنا بجوج خاصنا نخرجوا رابحين. هاد الشيء ما كيعنيش خاصك تضحي براسك وبداك الشيء اللي بغيتي، غير خاصك تفكر بجوج شنو بغيتو. فاش كتبقى تفكر تربح بوحدك الناس كيلاحظوا هاد الشيء وما كيبقاوش يثقوا فيك، لكن فاش كتفكر حتى في الشخص الاخر كيحس براسو تحترم وكيتفتحوا لك الفرص اكثر. فاش كتبدا تفكر هكا الخدمه ديالك والعلاقات ديالك كيكونوا احسن. كتكون كتفكر في المدى البعيد ماشي غير في هاد اللحظه، وما كتبقاش تحس انك في حرب ديما. اغلبيه ديال الناس فاش كيكون كيهضر معاهم شي شخص كيتسناو غير الوقت ديالهم باش يبداو حتى هما يهضروا. العاده الخامسه من كتاب العادات السبع للناس الاكثر فعاليه كتقول لنا خاصك تسعى باش تفهم باش الناس يفهموك. فاش تكون كتهضر مع شي شخص خاصك تنسى كاع الافكار اللي في بالك وتحاول انك تفهمو ودير راسك في بلاصتو. فاش كدير هكا الناس كيحسوا انهم تحتارموا وسمعتيهم وفهمتي شنو كيقولوا، هكا غادي يبغيو يسمعوا لك حتى انت ويفهموك ويبغيو يهضروا معاك مرة أخرى. فاش تكون في شي حوار المرة الجاية أول حاجة اسمع من بعد فهم. عادة باش هدر، عادة بسيطة ولكن كتبدل كل شيء للأحسن في العلاقات ديالك.
عادة التكاتف كتقول لنا الا تجمعوا الافكار والقوات ديال جوج اشخاص غيخرجوا لنا حاجة اعظم بزاف على كل واحد بوحده. مثلا 1+1 في هذه الحالة ما كتساويش 2، كتساوي 3، حيت كيتجمعوا الافكار ديال جوج اشخاص وفاش كيتجمعوا كتخرج منهم فكرة جديدة احسن بزاف من اي حاجة يقدر يديرها كل واحد بوحده. هنا فين كيكون الابداع، ماشي الطريقة ديالك ولا الطريقة ديالي، طريقة جديدة كنصنعوها بجوج. فاش تكون كتعاون مع شي شخص المرة الجاية سمعوا لبعضياتكم وخلطوا الافكار ديالكم وفتحوا الباب للابداع. هذا هو التعاون الحقيقي والنتيجة كتكون احسن بزاف من اللي كتخيلوا. شحال المنشار العادة السابعة والاخرى غادي تخليك دير اي حاجة كدير في النهار ديالك باحسن طريقة. تخيل معايا كتقطع شي شجرة منشار حافي، غادي تعيا اكثر والانتاج ديالك غادي يكون قل. هاد الشيء اللي كيطرينا بالضبط فاش ما كنعتنيوش براسنا. الاعتناء براسك كيكون في الجسد ديالك وفي عقلك وفي قلبك وفي روحك. في الجسد دير رياضة وكون صحي، في عقلك قرا وفكر، قلبك صلح العلاقات ديالك وسامح، وفي روحك صلي ودير التأمل. هذا استثمار في راسك غادي يخليك متجدد ومتوازن، وهو اللي غادي يعطيك الطاقة اللي غادي دير بها كاع العادات اللي هضرنا عليهم قبل.